أطعم وألذ وأحلى زبادي منزلي كريمي ممكن تدوقوه هو الزبادي اللي احنا هنعمله النهاردة، اللي بيكون مغذي جدا ومفيد جدا للكبار والصغيرين. لو أول مرة تشوفوني، أنا دكتورة سهى. أتمنى تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك وشير. عندنا كيلو من اللبن الدافي الفاتر، هننزل عليه بمعلقتين من اللبن البودرة ومعلقتين من السكر العادي، ونقلبهم كويس قوي لحد ما السكر يدوب. وهنجيب علبة صغيرة من الزبادي البلدي، هننزلها في بولة وهننزل عليها بشوية من خليط الحليب اللي احنا عملناه، وندوب وحدة الزبادي كويس قوي في شوية من خليط اللبن اللي احنا عملناه او الحليب اللي احنا عملناه، وننزل بيه على بقية اللبن ونخلطهم كويس قوي علشان نتأكد ان الخميرة بتاعت الزبادي اختلطت كويس قوي بقية الحليب. وهنبدأ نصبه في الكوبايات بتاعتنا ونحطهم في صينية ونحط عليهم مية دافية وندخلهم فرن دافي ونسيبهم حوالي 8 ساعات، أو ممكن طبعا نستخدم مكنة الزبادي هتدي نفس طبعا النتيجة. ونسيبهم حوالي 8 ساعات علشان يطلع لنا الزبادي بالشكل التحفة الكريمي ده. انا مش قادرة اقول لكم هو قد ايه طعمه حلو قوي، وقد ايه هو متماسك ومغذي جدا فوق الوصف. طبعا مفيش سحور في رمضان ينفع من غير الزبادي، اللي هو اساسي طبعا على مائدتنا في سحور رمضان. زي ما انتم شايفين قد ايه كريمي وقد ايه جميل خالص. اتمنى لو عجبتكم وصفة الزبادي النهاردة ان انتم تنفذوها وتكتبوا لي رأيكم واسئلتكم في التعليقات، لان مش معقولة ابدا هنصوم رمضان ونتسحر من غير ما يكون عندنا زبادي بالجمال ده. ومش هنقدر طبعا نستغنى عن فوائد الزبادي الكتيرة جدا مفيدة للجسم في رمضان. وبالهنا.